السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي ندويو على المنتخب الوطني المغربي وهاد اللاعبين اللي يقدروا انهم يكونوا مفاجأة. والبداية غادي على واحد اللاعب اللي خاصنا نحطوا النقاط على الحروف صراحة الله، اللي هو ديال ابراهيم دياز، وانه غيجي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي، خصوصا انه بعض الاخوان شافوا انه ما تمش الاستدعاء ديال المنتخب الاسباني، يعني القائمة الموسعة ديال المنتخب الاسباني. كيقول صافي راه جا للمغرب، صافي هو اختار المغرب، صافي راه فهموا راسهم انه باغي المغرب وجا. اول حاجه هي ان ابراهيم دياز راه فهموا قال انه صافي اختار المغرب وباغي المغرب وباغي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي كما قال الناطق الرسمي ديال الجامعه. وانتم عارفين بان ابراهيم دياز حاليا ما كيلعبش تيتولار، يعني وتقول شحال من ماتش ما لعبوش، يعني ما عندوش ديك المنافسه، يعني ما يمكنش اول حاجه يتم الاستدعاء ديالو للمنتخب الاسباني. وهذا الشيء لانه ابراهيم دياز حاليا ما عندوش واحد المنافسه، وحتى الا جبناه للمغرب ولعبناه فراه في الكاس افريقيا غادي نكونوا مهرسين اللعابه ديال الاولى، لانه ما عمره شاف الاجواء الافريقيه وما عمره لعب في اجواء افريقيه وحتى المناخ والى اخره انتم عارفين. وزيد على ما لعب ميتشان، يعني ما عندوش ديك المنافسه، الا جبتي غادي تهرسوا. ونبداو دابا نتكلموا على واحد جوج اللعابه اللي كنتمنى انهم يكونوا هما المفاجاه في اللائحه ديال وليد ركراكي، وكنتمنى وليد ركراكي انهم يجيب عندك جوج، سفيان الرحيمي ومراد باتنا. هاد الجوج هادو من نوع الاجنحه اللي كيقصدوا الكور، عندهم واحد الخبط كروي، يعني كيمشيو كيقصدوا لك المرمى وكيعطيوك باصات وكيعطيوك حلول. سفيان الرحيمي وباتنا. واحد الاسم اخر اللي تداول بزاف ودار واحد البوز اللي كبير اللي هو حمزه بنديل، لا باقيين عاقلين عليه في هيرفيرو نهار 2018. فهاد الاسم انه غيكون معنا في معسكر اللي جاي، فراه هذه كتبقى واحد القناعه ديال المدرب، يعني كتبقى واحد القناعه هو كيشوف اشنو كاين، يعني ديال ان مزراوي كيعطي واحد العطاء اللي زوين تماك، وبديل ديالو كيحيى عطيه الله. فكتبقى واحد القناعه ديال المدرب، وما يمكنش يعني الا زدت شي حاجه من عندي ولا قلت شي حاجه من عندي فراهي كندخل في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ولا بالعاميه ديالنا كنقولوا بان كنسوقيه لكم ولا شي حاجه بحال هكا. فكتبقى واحد القناعه ديال المدرب، اشنو كيشوف المدرب، اشنو باغي، يعني اشنو باغي. وهنا كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.